اكتر حاجه بنحتار فيها دايما في الصيف هو ان احنا نختار ستايل ننزل بيه. النهارده هقول لك على مجموعه ستايلات حلوه جدا هتنفعك في الصيف في المصيف. اشيك ناس في مصر عاملين ايه؟ معاكم احمد سويسي. النهارده جايب لكم مجموعه قطع من الكوليكشن الجديد لدو جينز، عاملين حاجات قويه جدا يا جماعه. التعاون بتاعي معاهم بجد مش جاي من فراغ، لان انا شايف ان البراند عايز يعمل حاجه كويسه جدا، سواء ستايلات او خامات اسعار. كل حاجه عندهم بصراحه اون بوينت. في الفتره دي هم بيشتغلوا على كل حاجه كويس جدا جدا، وانا معاهم على فكره بقول لهم على ستايلات جديده انا شايف انها كويسه يقدروا يعملوها. يعني زي في سيت معانا النهارده قويه جدا معموله شورت، انا اقترحت عليهم لو اتعمل لها بنطلون كمان عشان ممكن نستخدمها في الخروج العادي، بدل ما هي تبقى في المصيف بس. مش دايما هتقدر تخرج بشورت، لكن لو ليها بنطلون اقدر استخدمها في يوم العادي لو انا عايز البس حاجه خفيفه ومريحه، لان الكتان طبعا انتوا عارفين هو اكتر حاجه مريحه في الصيف. بصوا يا جماعه، الست دي تحفه خطيره، هي قطن 100% بس معموله بالخامه اللي تديك احساس ان هي الكتان، بس في نفس الوقت كمان سعرها حلو قوي. عاملين منها كذا لون. اللي عجبني بقى الفيت بتاعت القميص جدا، بصوا التفاصيل اللي موجوده فيه، مش مجرد قميص ساده وخلاص، لا معمول فيه تفاصيل قمه في الشياكه. وموجود منها اللون البيج وموجود منها اللون الاسود، 3 الوان اقوى من بعض. بصوا الشورت بتاعها قمه في الشياكه. الست دي يا جماعه من الاكتر القطع المفضله بالنسبه لي، انا بحب الستايل ده قوي، هنجربها كده كده في اللبس. عاملين ست تانية كده برضو من القط، بس بخامه حلوه قوي، فيها تكتشر لذيذ كده. عاملين منها كذا لون برضو، ده اللون المنت ده الشورت بتاعها. اما دي فهي نفس الست برضو، ده اللون البني، قويه قوي. متحمس جدا ان انا اجربهم في اللبس دلوقتي معاكم. الست دي كمان خطيره جدا، دي معموله بقى بخامه بريميوم جدا اسمها زي البيكا كده، اللي هي بتعمل بينها تيشرتات البولو. حلوه قوي يا جماعه، فيها تفاصيل خطيره. وده الشورت بتاعها حلوه جدا. بصوا عاملين مجموعه تيشيرتات بيزك حلوه جدا جدا، الكواليتي والفينش بتاعها حلو قوي، حاجه بريميوم جدا، موجود منها الوان كتير. وبالنسبه برضو للتيشيرتات اللي بيبقى عليها برنت او عليها كلمه كده بسيطه، منزلين مجموعه كبيره جدا. عجبني التيشيرت ده، انا بحب اللون ده قوي، التريكو ده بقى واحد من الستايلات اللي انا بحبها قوي. منزلين منه الوان كتير، انا جبت اللون الاسود. بصوا بقى القميص ده شكله كده يبان ان هو عادي، بس في اللبس خطير جدا، انا جربته. ده باللوك بتاعه برضو زي الكتان، هو قطن 100%. وبالنسبه برضو للبنطلونات اللي هي الوايد ليج، ده بنطلون كتان اللون الزيتي ده انا بحبه قوي، هو وايد ليج، الفيت بتاعته حلو قوي. بصوا ده كمان نفس البنطلون وايد ليج كتان باللون الابيض او الاوف وايت، يعني مميز جدا واساسي في دولابك، بيليق على اي حاجه. اما بالنسبه بقى لبنطلونات الجينز، فهم الشهر ده نازلين يا جماعه بمجموعه بنطلونات تحفه بجد. الكواليتي بتاعتها حلوه قوي قوي، يعني اكني جايب بنطلون من براندات عالميه بصراحه. وده بجد والله مش مبالغه، البنطلونات عجباني جدا لان هم بيستخدموا تكنولوجي في التصنيع، في تفاصيل قريبه كده هتشوفوها من داخل المصنع. صورنا حاجات حلوه قوي هتنزل قريب ان شاء الله. بصوا ده ستريت فيت، بجد بنطلون مميز قوي. تفاصيل يا جماعه بجد في البنطلون كده اللي بتعرفني البنطلون ده حلو ولا وحش. تفاصيل بتاعت اللون، في تفاصيل هنا في الخياطات، حاجات كتير قوي. طبعا الاكسسوارز اللي بتستخدم فيه، لا بجد دود جينز مميزين جدا في الموضوع ده. درجه اللون دي حلوه جدا. ونفس البنطلون الستريت فيت ده منزلين منه كمان اللون ده، واللونين دول بالنسبه لي من اكتر الالوان اللي انا بحبها في الجينز عامه. بصوا تفاصيل البنطلون، بنطلون مميز جدا. وبالنسبه للناس اللي بتحب البنطلونات الباجي فما تقلقوش، مش ناسيكم، منزلين برضو مجموعه بنطلونات باجي حلوه قوي، عجبني منها البنطلون ده. بصوا فيه شويه تفاصيل كده، الخياطات البسيطه دي فرقه في الفيت بتاعته في اللبس، هتشوفوه دلوقتي. ده كمان بنطلون باجي لون ازرق، برضو اللون بتاعه بصراحه يا جماعه باين عليه ان هو جينز قيم، ممكن يكون من براند عالمي من البراندات الغاليه قوي. فبصراحه بنطلون حلو قوي ومميز.